عزيزي المشاهد، زي ما انت عارف ان العالم دلوقتي بتحكمه قوة عظمى، نص قارة بتتحكم في باقي القارات، ورئيسها قراراته بتأثر عليك بشكل او بآخر. بس لازم تعرف ان مش بس الرئيس هو اللي بيأثر عليك، نائبه كمان، ونائب الرئيس بيكون زي الرئيس بالظبط، وبيحل محله في حالة انه غاب او اتكل او حصل له اي حاجة. زي رئيس جون كينيدي لما تم اغتياله اصبح ليندون جونسون النائب بتاعه هو رئيس امريكا، وزي رئيس فرانك روزفلت اللي مسك نائبه ترومان الحكم بعد وفاته. والنائب ده عزيزي المشاهد هو اللي رمى قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي. يعني الموضوع مش هزار. قناة برتقان، بنجيب المفيد. ترامب صاحب ال 78 عام بيختار نائب ليه علشان يخوض معاه الانتخابات. كل التوقعات راحت لاتنين، نيكي هالي سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة أو مايك بينس النائب بتاعه المرة اللي فاتت. بس الغريب ترامب اختار شاب صغير اسمه جي دي فانس، واحنا دلوقتي بنتفرج على المستقبل. بس مين فانس ده؟ فانس اتولد سنة 84 في أمريكا، يعني غالبا أصغر منك يا محمد. اتولد في عيلة فقيرة، الأب وأمه منفصلين. أمه كانت مدمنة هيروين، عاش عند جده اللي كان بسم الله ما شاء الله مدمن كحول. وطبعا عاش فانس طفولة كلها عنف وتلطيش. طبعا الكلام ده هو نفسه قاله في كتابه باسم هيلبيلي إليجي. الكتاب ده اتحول لفيلم في 2020 من إنتاج فانس نفسه. بيحكي فانس عن حسه الوطني الجامد من وهو صغير، وازاي كان بيعيط لما بيسمع الأغاني الوطنية. كان لما بيشوف ضابط أو عسكري في الشارع وهو صغير بيجري يسلم عليه. بعد ما خلص ثانوي اتطوع في الجيش، وكانت خدمته في العراق. فانس بيقول انه ما اتورطش في اي اعمال قتال، هو شغله كان اداري، بس ده ما يمنعش انه كان مؤيد للحرب وللقتل، وبيفتخر بالمذابح اللي كانت بتحصل. بعد الجيش استفاد من منحة جي بيل، واللي بتتيح للعسكريين يكملوا تعليمهم الجامعي، ودخل الجامعة ودرس علوم سياسية. وعلى الرغم من انه كان جمهوري، بس كان معجب بأوباما، وكان دايما بيقارن نفسه بيه عن ازاي الاتنين اتربوا مع جدهم، وازاي كانوا فقراء، وازاي عانوا وهم صغيرين. واضح طبعا هو عايز يوصل لايه، وشكله وصل فعلا. فانس كان ضد ترامب في كل حاجة بيقولها، خصوصا عن اشاعات ترامب عن اوباما، عن انه مش من ابوين امريكيين والحاجات دي. وكان فانس بيهاجمه علنا في اي فرصة، وكان بيتهمه بانه بيضحك على الناس البسطاء وبيشتغلهم لما بيقول انه هيقضي على البطالة. طبعا كان مقتنع انه ترامب عمره ما هيكسب، وساعتها هيسطع نجمه وهو انه ممثل الحريات في الحزب الجمهوري وكده. بس للاسف ترامب نجح وبقى رئيس امريكا، وفانس انصدم يا عيني. طبعا وقتها الناس فكرت انه هيسيب الحزب الجمهوري ويروح الديمقراطي الاقرب لارائه، بس هو لقى حل اسهل واحسن، انه يغير ارائه ويتخلى عن شعارات ويتبنى عكسها، ويركب الموجة ويروح لترامب ويقدم له الولاء. مسح كل منشوراته اللي كان بيشتم فيها ترامب وبيشبهه بهتلر، وبقى بيشتم في اوباما. وبعد ما بايدن مسك بقى بيشتم في بايدن. اتعلم بقى. الانقلاب اللي حصل في اراء فانس جت في عز انتخابات مجلس الشيوخ اللي هو كان مترشح فيها. كان متاخر عن منافسه الديمقراطي، وكانت خسارته حتميه، بس عرف ان الحل الوحيد انه يروح يبوس ايد ترامب، وخلينا نقول ايده. وطلع وصرح انه كان غلطان في كل حاجه قالها عن ترامب. واول ما قال كده انفتحت له طاقه القدر. اتبرع له رجال اعمال كبار لحملته الانتخابيه، وطبعا رجال الاعمال دول من الموالين لترامب. وتحول فانس لترامب صغير، وبقى زعيم اليمين المتطرف الجديد في الحزب الجمهوري، واللي هو عكس آرائه القديمه 100%. بعد ما كان بيعيب على نظريات المؤامره اللي بيروجها ترامب عن اوباما، بقى هو بيطلع اشاعات ونظريات مؤامره على بايدن. واكتر حاجه بيعملها دلوقتي انه بيقعد يتفرج على اي حاجه بيقولها ترامب دلوقتي ويطلع يقلدها، وطبعا دعمه كامل لاسرائيل. فانس وترامب شايفين ان بايدن مقصر في دعمه لاسرائيل، وبيطالبوه بدعم اكتر. تخيل المستقبل شكله ايه. المهم في الموضوع ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان توصلك فيديوهاتنا. بنحاول نعرفك شوية الحاجات اللي بنعرفها، ممكن تلاقي فيها حاجات مهمة. سلام. قناة برتقان، بنجيب المفيد.